بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. معكم ابراهيم البحيري لقناه ريمونتادا النمر. وفي البدايه نقول مبروك لسيدات المغرب التاهل لنصف النهائي في المباراه اللي كانت مقامه على استاد مولاي عبد الله بالدار البيضاء مع سيدات مالي. من اول دقيقه في المباراه وسيدات المغرب نازلين ضاغطين، خلونا حتى ننسى نقول التشكيل. ومع نجم المباراه رقم واحد وكل المباراه جمهور المغربي اللي هو بيهز الملعب، بيهز ارض الدار البيضاء في كل مباراه. اي فرقه من المغرب تلعبها، رجال سيدات، اي حد بيلعب كوره في المغرب الجمهور هو بيكون رقم واحد. نبدا مع تشكيله سيدات المغرب: خديجه، عزيزه، نهيله، زينب، غزلان، حنان، نجاة، ياسمين، ابتسام، فاطمه، سكينه. من اول دقيقه في المباراه وسيدات المغرب نازلين عاوزين يخلصوا الماتش، ضاغطين من اول دقيقه، محاصرين سيدات مالي في نص ملعبهم. وفي الدقيقه السابعه ابتسام بتسجل الهدف الاول. تفضل المباراه محصوره في حوالي 20 ياردة، اللعب بطريقه واحده، ضغط من المغربيات، دفاع من فرقه مالي، لحد ما ينتهي الشوط الاول. ينتهي الشوط الاول بالنتيجه 1-0. وزي ما انهينا الشوط الاول بيبتدي الشوط الثاني بضغط من لاعبات المغرب واستحواذ على الكوره وسيطره على الملعب في جميع الاماكن. وفي الدقيقه 79 ابتسام تستطيع انها تحرز الهدف الثاني من ضربه جزاء. وفي الدقيقه 89 كنزه تحرز الهدف الثالث، وبكده تاكد فوز المغرب وتسيطر على مجريات اللعب. ومع الدخول في نهايه المباراه تستطيع لاعبات مالي ان تحرز الهدف الشرفي في الدقيقه السابعه من الوقت الضايع من ركله الجزاء. وبكده تنتهي المباراة لصالح المغرب والصعود لقبل النهائي. ونقول مليون مبروك للابقات الأطلس سيدات المغرب على المستوى اللي قدموه. وبنشكر الجماهير المغربية اللي كانت بتزلزل أرضية الملعب واقفة ورا فرقتها. في الآخر نقول إحصاءات المباراة: المغرب الاستحواذ 64%، مالي 36. التسديدات المغرب 5 تسديدات، مالي 3. ركنيات المغرب 6، مالي 3. كروت صفراء المغرب مفيش، مالي 2. التصديات حارس المغرب 2، حارس مالي 2. وبكده نقول ان المغرب مش تستضيف البطوله، المغرب جايه عشان تفوز بالبطوله وتقدم النهارده انذار شديد. واستنونا في التغطيه للماتشات اللي جايه. عاوزين نشوف دعمكم من لايكات وكومنتات واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم ابراهيم البحيري ودي قناه ريمونتادا النمر. وفي الاخر ديما مغرب، سلام.